الغدة الدرقية هي واحد الغدة صغيرة على شكل فراشة كاينة القدام في الرقبة وكتحكم في الميتابوليزم، الطاقة والهرمونات ديال الجسم. إلا ما كانش عندك اليود كافي في الجسم، الغدة الدرقية ما كتقدرش تصاوب الهرمونات مزيان وكيوقع خلل في التوازن. أمراض المناعة بحال هاشيموتوس ثايرويدايتس كيخليو المناعة ديال الجسم تهاجم الغدة الدرقية بالغلط. ستريس بزاف والخلل في الهرمونات كيقطعوا التواصل بين الدماغ والغدة الدرقية وكيوقع اضطراب في خدمتها. إلا كانت الغدة الدرقية خدامة بنقص كتحس بتعب كبير، زيادة في الوزن وبطء في حرق دهون ديال الجسم. إلا كانت خدامة بزاف يقدر يجيك تسارع في ضربات القلب، قلق، تعرق ونقص في الوزن. أغلب اضطرابات الغدة الدرقية كتعالج بأدوية كتوازن الهرمونات وترجعها للمستوى الطبيعي. تغذية متوازنة فيها اليود، نقص ستريس والنوم الكافي كيعاون الحفاظ على صحة الغدة الدرقية. تحاليل الدم بحال تحليل TSH كيساعدوا اكتشاف مشاكل الغدة الدرقية بكري. الغدة الدرقية هي المحرك ديال الجسم، حافظ عليها بتوازن باش تبقى بصحة وطاقة.